صباح الخير والسلام عليكم السيدات والسادة الحضور الكريم. في البداية غادي نطلب من الحاج أنهم نقفوا جميعا نقراو الفاتحة على أرواح واحد 4 ديال الناس اللي هما الساكنة ديال المنطقة واللي وافاتهم المنية في هذا الحدث اللي نتوما في الغالب أنكم كلكم عرفتوا على إذن وهي هذيك العمارة. الله أنه يكرمكم برحمته والله أنه يصبر بهم العائلة ديالهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحم هؤلاء الأموات، اللهم اجعلهم عندك من الشهداء، اللهم اجعلهم من الذين قلت فيهم وقولك الحق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. اللهم ارحمهم برحمتك واسكنهم فسيح جناتك، اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وارجع الله يعجل لهم بالشفاء، اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. الله العظيم الرحمن يعجل لهم بالشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم الصبر على المكاره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ بلدنا هذا من المكاره، وأن يحفظ بلدنا من الكوارث، وأن يحفظ بلدنا من المصائب، وأن يجعل بلدنا بلدا آمن مطمئنا تحت قيادة مولانا أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس. كان من العلامات كتستقبل هاد الناس ديالها، واحد في إيطاليا وواحد في فرنسا وواحد في كندا وواحد في أمريكا وواحد كل واحد من الوطن. كتكون بعدا فرصة هدفهم هذا اليوم أن هاد الناس بعدا اللي خارج الوطن أنهم يتشافوا، لأن ماشي دائما كيتشافوا ماشي دائما كيتلاقاو، على الأقل كيكونوا متواجدين في هذاك اليوم اللي هو كنحيوه هذا النهار، واللي اختاروا سيدنا الله يسوع أنه يكون في العطلة اللي مفروض أن واحد النسبة كبيرة ديال المواطنين ديالنا نظرا للارتباطات الاداريه والدراسه وهذا هما كيكونوا في الغالب كثير فيهم كيكون هذه الفتره اذا الهدف الاول هي هاد الناس تلاقى. ثانيا الهدف الثاني هي هاد الناس تعرف تلاقى وتشدد الارتباط ديالها بالاطر الاداريه اللي واخا هما راهو في الخارج راه المصالح ديالهم والمسائل ديالهم اللي هي خاضعه للاداره بحال المواطنين اللي هما مقيمين بصفه دائمه. كل مره الحمد لله كيجينا شي فخر، إما في فوروم، إما في شي إكسبوزيسيون، إما في شي مسابقة رياضية، إما في شي استحقاق ها هو المغربي وصل لهذا المستوى، المغربية وصلت لهذا المستوى. هادشي كله كنعتبروه حنا فخر لينا، كنعتبروه فخر لبلادنا وكتزيد بلادنا كتفتخر به، والإدارة المفروض أنها تاخذ هادشي بعين الاعتبار. المفروض علينا ايضا ان احنا نتوما كتجيو من مده قصيره ان احنا نكونوا في الخدمه وان احنا نعاونوكم، لان اغلبيه فيكم كيجي عطله كتكون عنده واحد شويه واحد 10% خصو يقضي شي حاجه اداريه وكنعرفوكم تحت الضغط. حنا كنكونوا تحت الضغط، كنكونوا في الفتره ديال الكونجي، كنتمناو ان هذا الجو اللي كنشتغلوا فيه سنويا يكون نفسه. حنا غادي نديروا قدر من جهدنا، ما غتشوفوا كل شيء اللي سيرفيس الاداره، لا الاداره المنتخبه ولا الاداره المعينه اللي هم مختلف المصالح ديال العماله واللي هي كتنسق بين كل الادارات. كاين اللي عنده مشكل ديال مع القضاء، كاين اللي عنده مشكل مع الامن، كاين اللي عنده مشكل مع اداره المحافظات، كاين اللي عنده مع القضاء، كاين اللي عنده مع الفاليدات الى اخره. من هذه الادارات كلها راه هي من الاشاره ديالكم. كاينه حاليا مسؤول على هذا الشيء وكيتخصص فيه الكاتب العام ديال العماله باش تصل الناس وعرفوا بان حتى محليا كل واحد فين ساكن راه كاين القيد والقاعده اللي هما عندهم الخدمه الله العطله ديالكم. حتى اللي بغيت يجي يلقى الهدف هو هذا، ولكن هذا اللقاء هو احتفالي نشوفوكم تشوفونا وعرفوا عرفتونا بلاد الانصراف والخطوه ديالها والاداره ديالها. كنتمنى لكم واحد المقام طيب ان شاء الله هنا تجوزوا العطله ديالكم بسلام، لان الاساسي هو السلام والسلام. نتوما كتشوفوا بلادنا القياده ديال سيدنا شنو هي المجهودات باش نكونوا امنين. راكم واخا جيتوا
البلاد ديال اوروبا راه ما الامكانيه ديالها يتم يحس الواحد بالخوف وهنا ما يحسش، وهنا يفيق ويتسارع مع راسو ويخرج ويمشي للمحكمه ويدور ويحط الطوبيس هنا الانسان راه كيشعر بان كاين واحد المستوى ديال الامان نبغيو ان شاء الله يدوم وغادي نشتغلوا عليه. راه ماشي ما كيجيش بالمجان، كيجي لان كاينه اطور كاينه سلطات. نتوما شفتوا سيدنا الله ينصرو في الخطاب الاخير واحد الفقره كلها الناس ديال الامن اللي هما حاضرين معنا، السلطات الامنيه فيها الوقايه المدنيه فيها الامن فيها لي فورس اوكسيليير فيها الناس اللي كتدير المراقبه ديال الطرق، هذه كلها اجهزه تشتغل ليل نهار الى جانب بطبيعه الحال السلطات المحليه باش هذه البلاد تمشي في الاتجاه ديالها. داك الشيء اللي راكبناه ما يتخرجش وحنا غاديين. نتوما راه غادي تدخلوا كيبان لكم بزاف حوايج غير داك الضغط كيولي الانسان كيشوف ديك المصلحه ديالو اللي ما تقدرش كتنسيه. اما ورا ملي كتدخلوا غتبان لكم الطريق لا تغير لكم لي زيرو غتبان لكم واحد المجموعه ديال الحوايج